ازيكم يا احلى متابعين؟ تخيلي تقدري تعملي يوم كامل للاكل اللي بيشبع واقتصادي وفيه بطاطس في الفرن، وفراخ وكمان قطعة بسبوسة، والمفاجأة كل اليوم ده ب1400 سعر حراري بس. وكل الارقام مؤكدة طبعا على اساس علمي. يلا بينا نشوف اليوم كامل شكله ايه. نبدأ بقى مع الفطار. هو فطار بسيط وبيشبع وبيفتح النفس. 2 بيضة مسلوقة، ربع رغيف بلدي، خيارة ونص طماطماية. اجمالي بقى الفطار 240 سعر حراري. والبروتين هنا بيساعد على الشبع لوقت اطول وبيقلل الجوع طول اليوم. سناك قبل الغدا 80 سعر، عبارة عن تفاحة وسط 80 سعر. الالياف اللي فيها بتوازن السكر في الدم وبتقلل الشهية. وده وقت الوجبة اللي كلنا بنحبها ومفيش فيها حرمان، هي وجبة الغدا. الغدا عبارة عن 780 سعر حراري، بيضم الفراخ المشوية، 150 جرام من صدور الفراخ المشوية، يعني قد كف ايديكي كده من غير صوابع. والفراخ المشوية هي مصدر بروتين عالي الجودة، وده مهم جدا لحرق الدهون والمحافظة على العضلات. ومعاهم بطاطس في الفرن بعصير الطماطم، 250 جرام بطاطس، يعني حوالي من 7 ل8 معالق كبيرة مليانة. معاهم طبق سلطة كبير. ومعاهم قطعة بسبوسة قد كف الايد من غير صوابع. ايوه هناكل بسبوسة بس محسوبة ومظبوطة. يبقى اجمالي الغدا 780 سعر حراري. نيجي بقى للعشاء. هو عبارة عن 250 سعر حراري. هو عبارة عن زبادي لايت، معلقة عسل نحل صغيرة، وموزة صغيرة، وتمرة صغيرة. الزبادي مع الموز والألياف بيحافظ على مستوى الطاقة قبل النوم. لو تحبي ممكن تضيفي رشة قرفة عشان يقلل الشهية ويحسن الهضم. والتمرة الصغيرة طريقة بسيطة ترضي بيها رغبتك في الحلو، من غير زيادة كبيرة في السعرات. نيجي بقى للنصايح. اشربي مية كتير على مدار اليوم، خصوصا قبل الوجبات عشان تقللي الجوع. وزعي وجباتك كل 3 ساعات تقريبا عشان تتجنبي الجوع الشديد. اختاري الخضار والفواكه الطازة بدل العصاير الجاهزة. استخدمي التوابل والأعشاب لإضافة نكهة من غير سعرات زيادة. سجلي كل وجبة في تطبيق غذائي للتحكم في السعرات بدقة. نيجي بقى لفقرة الأسئلة اللي بتدور في دماغنا. احنا ممكن نزود كمية البطاطس أو الفراخ؟ ممكن، بس لازم تعدلي باقي اليوم عشان ما يزودش السعرات عن 1400 سعر حراري. طيب البسبوسة هتخرب الدايت؟ لأ، لو الكمية مظبوطة زي ما قلنا في الفيديو هتستمتعي من غير زيادة في الوزن. طيب لو حسيت بجوع بعد العشاء أعمل ايه؟ اختاري حاجة قليلة السعرات زي خيارة أو شاي أعشاب بدون سكر. طيب اليوم ده مناسب لكل الناس؟ لأ، الناس اللي عندها مشاكل صحية أو متبعة نظام رجيم خاص لازم يستشيروا الدكتور أو الأخصائي التغذية قبل ما يطبقوا النظام. واليوم ده مثال ممتاز لوجبات بتشبع واقتصادية، وممكن تعملي زيها بأفكار كتير. السر في الدايت مش الحرمان، السر في التخطيط والموازنة. لو عجبك اليوم ده ممكن تعدلي فيه شوية لو حابة يبقى 1500 أو 1300 سعر. التزمي بالنصايح واشربي المية واعملي حركة بسيطة تناسبك. والأهم ما تنسيش اللايك والاشتراك عشان نكمل الرحلة سوا ونعملك أكتر من يوم كامل يشبع وبسعرات محسوبة. سيبيلي في التعليقات اليوم اللي تحبي نعمله المرة الجاية، وهرد على كل أسئلتكم ونسهل عليكم كل خطوة. استنوا الفيديوهات الجاية. سلام.